اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا والله. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فيديو جديد. كان في ناس اخواتي كده طلبوه مني على الواتساب كذا مره يطلبوه مني. بالمناسبه يعني ان شاء الله انا هسيب الرقم الواتساب بتاعي تحت الفيديو باذن الله. لو عايزين تتواصلوا معايا او عايزين وجبات لوجه الله اوصلها لكم او اوزعها، او مثلا عايزين اوردرات، ان شاء الله هسيب الرقم. او حتى لو عايزين تسالوني عن اي حاجه او تتكلموا معايا في اي حاجه عامه يعني مفيش مشكله. انتوا اخواتي، وهسيب الفيديو ان شاء الله هسيب الرقم تحت الفيديو. بعتذر. الفيديو بقى انا ما كنتش عايزه اعمله الفتره دي خالص، على اساس ان انا كنت عايزه اوصل لمرحله معينه وبعد كده انزله. ولكن زي ما بقول لكم عشان اخواتي عايزين يبداوا يعملوا مشاريع او حاجه زي كده، انا هقول لكم عامه هي فكره او ممكن تكون، او انا مش احسن حاجه اقدم المحتوى ولكن انا هقول لكم على اللي عندي واللي هو ده اللي انا كنت ماشيه بيه، وان شاء الله ان شاء الله هيكون يعني اول خطوه او ممكن يساعد حد فيكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناه، ويلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. استحملوني كده معلش، انا هرغي شويه في الفيديو بس انا عايزه اتكلم معاكم في كذا نقطه قبل اي حاجه. كمان انا بحاول ازعق لان الصوت بعد ما سجلته، والله تعبت جدا على الفيديو بعد ما سجلته كذا مره لقيت الصوت واطي جدا، مش فاهمه برضه المشكله في ايه. فانا دلوقتي بحاول ازعق جدا حتى مش قادره اخد نفسي، والله عماله ازعق جدا عشان الصوت يطلع كويس. اهم حاجه ما تجيش تقولوا مش هينفع نعمل حاجه عشان الظروف وحشه او الامكانيات مش قد كده او معناش فلوس. الحاجات دي كلها في نفس الوقت اللي انتوا بتتكلموا فيها النقطة دي هتلاقي غيركم ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله عمل كل حاجة. نفس الظروف علينا كلنا ما عندنا اعاقات يعني. مش شرط انت تكون عندك كل حاجة متوفرة عشان تبدأي. ما هما اللي اول حد بدأ عشان خاطر عايز يوصل لحاجة معينة هي مش عنده. كلنا عايزين نوصل لحاجة عشان هي مش عندنا. فمهما كانت الظروف ايه، اهم حاجة تبدأوا. زي ما بقولك كلنا عندنا مشكلة، اللي مثلا يعني صحته مش قد كده، اللي فلوسه مش قد كده، اللي وقته مش سامح، اللي ولاده صغيرين، كلنا عندنا ظروف. فانت هتنقي الحاجة اللي هتناسب مع ظروفك دي. ولكن مش هقعد ساكتة خالص، مش هستسلم خالص. هشوف الفترة دي مثلا ايه اللي يتناسب معاها وهعمل ايه. مثلا انا عندي مبلغ كامل موجود، طب انا اقدر اتصرف في كام؟ او انا مش عايزه اتصرف خالص من اللي معايا المتاح. واقول لكم بقى امثله انا عملت ايه بالظبط دلوقتي خلال الفيديو يعني. بس احنا كلنا لازم نسعى عامة، حتى العصفور الطائر كده اللي هو ربنا بيرزق كل حاجة طبعا، ولكن بالسعي. يعني هو العصفور نفسه بيروح يطير ويروح يجيب اكله بنفسه، ما هواش بيكون قاعد هو ماشي، ما هو كده كده ربنا اللي بيرزقه. مش مطالب ان هو يشتغل، مش مطالب ان هو يروح شغل طبعا ولا اي حاجة، ده طائر. ولكن سبحانك يا رب ربنا طالب منه السعي، هو اللي بيروح يجيب اكله، مش بيتنه مكانه والاكل بيجيله. ولو هنتكلم عن خبرة او مفيش خبرة او الكلام هو برضو مفيش حد بيتولد فاهم او في حد عنده خبرة في حاجة، الا لو انت مولودة سبحانك يا رب من عند ربنا عندك موهبة فانت نميها. فانت هتشوفي كده انت عندك موهبة ايه. ما حاول ان انت تنميها. مفيش موهبة يبقى هنكتسب خبرة بالحاجات اللي احنا هنعملها بعد كده. مش هنقعد نقول لا انا ما عنديش خبرة في دي وما عنديش خبرة في دي. لا، شوفي اللي يناسبك وابدأي فيه مهما كان ايه، وهي ساعتها هيكون عندك فيها خبرة. وطبيعي جدا هيقابلك بقى عقبات طول الطريق. سواء مثلا ان انت هتخسري، سواء ان هتلاقي ناس تضايقك، سواء ان انت هتلاقي عقبات كتير قوي من اشكال مختلفة. حاولي ان انت تبصي لها بصة ايجابية، وبرضو ما تمشيش على منطق اللي هو صاحب بالين كذاب. لو هتبصي لاكبر الشركات العالمية او البراندات الكبيرة جدا، هم مش شغالين في منتج واحد. يعني اللي بيعمل جزم ما بيعملش غير نوع جزم واحدة، لا هتلاقيه بيعمل جزم، شنط، تيشرتات، بنطلونات، ممكن احزمة، حاجات كتير قوي يعني مثلا. بس بداخل ان هي مثلا ملابس. فلا ما تقوليش صاحب بالين كداب. انت ممكن تشتغلي مثلا ان انت تبيعي صنفين 3 4، مفيش اي مشكلة. المهم ان انت لو هتخسري في ده او انت ده مش هيمشي معاكي، ان شاء الله ده هيمشي معاكي، يبقى عندك خبرة هنا وهنا وهنا. احنا وقتنا اللي بيمشي خلاص مش هيرجع تاني. فانت طبعا وكمان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على وقتك ده. يعني انت لما تكوني انت قاعده حاطه ايدك على خدك ومستنيه ربنا يرزقك، انت هتتحاسبي على وقتك ده وعلى صحتك اللي راحت ده. طب انت ما تكبري صحتك هتقل، امتى هتشتغلي، امتى هتبداي؟ ما تقوليش لا، ما تقوليش جوزي، ما تقوليش عيالي، ما تقوليش بيتي، ما تقوليش فلوسي، ما تقوليش الظروف، ما حدش يتكلم في الحاجات دي كلها. كلنا عندنا كل ده. وزي ما بقولك هتلاقي حد عنده الظروف دي واكتر وابتدى واشتغل، والحاجات دي خليها بالنسبه له دفعه، هي دي اللي دفعته ان هو يعمل.
كنت مستنية ان انا انزل الفيديو ده ان شاء الله لما اوصل كده لحاجة كويسة، وبعدين عشان اتكلم بقلب كده محدش يقول لي طب ما كنت نفعت نفسك ولا الكلام ده. الحمد لله والشكر لله. انا من زمان قوي ولا نفعت نفسي كتير برضو. يعني انا هقول لك ازاي. يعني انا كنت في الاول مثلا لقيت نفسي، هقول لكم بدأت مشاريع ازاي. اول حاجة بقى انا كنت زمان، يعني اول ما بدأت مشاريع انا كنت انا وانا بنت اساسا، يعني عمري ما اشتغلت خالص وعمري ما فكرت اعمل مشاريع ولا اي حاجة خالص، وده في حد ذاتها غلط. يعني كنت مستسلمة شوية زمان، ولكن برضو ما كنتش مضيعة وقت. يعني كنت ساعتها بحفظ قرآن، بحفظ، بسمع، بقرا بقرأ أحاديث، بتعلم لغة، مش عارف ايه. كنت برضو بحاول ان انا اعمل حاجة، ولكن ما كانش في دماغي خالص خالص ان انا اعمل مشاريع او حاجة زي كده. والصح بعد كده اللي اتعلمته ان لا، انت المفروض تبدأي من وانت صغيرة حتى لو انت مش محتاجة. لا، ما انت المفروض تبدأي وتعملي حاجة. ليه لا؟ ليه ما كناش افضل في سن صغير؟ بعدين ساعتها كانت والدتي تعبانة جدا، وكنت حاطة في دماغي حاجة واحدة بس اللي هي اهم حاجة عندي، ان انا اشوف امي عايزة ايه، او اشوف يعني اخدم امي واشوف اراعي امي وكده. ودي حاجة طبعا مش وحشة، هي حاجة صح جدا، فانا مش ندمانة عشان خاطر كده. انا ساعتها كانت والدتي تعبانة وكنت قاعدة جنبها، واللي بعرف اعمله وانا جنبها كنت بعمله، اللي هو كنت بنمي بقى في شخصيتي نفسها. احب اقرا كتب، اقرا قران، افسر الحاجات دي كلها. بعد كده كنت حابه اعمل مشروع، ولكن كانش عندي راس مال خالص، فكنت بستغل اي حاجه عندي. يعني انا جيت اول ما الحظاظات طلعت، اللي هي اللي بيلبسوها الولاد دي، اللي هي خرز كده بيقولوا عليها حظاظات. فكان في حد قريب اداني كبشه كده وقالت لي خدي خليها مصطفى وجنات يلعبوا بيها. انا خدتها وقلت انا هاخدهم وهبيعهم، هما هيجولي 20-30 جنيه، مش مشكله. كانت وقتها الساعه الواحده ب5 جنيه. قلت مش مشكله، قمت واخداها، جبت مترين من الخيط بتاعها، ورحت عاملاهم حظاظات شكلها حلو، ورحت قعدت الف بيهم في المكاتب ان هما ياخدوهم مني عشان خاطر ابيعهم يعني. وقلت بالفلوس اللي هتيجي، شوف هي 20-30 جنيه، هعمل بيهم حاجه. المهم مشيوا بطيء جدا، يعني فين وفين لما اتباعوا. وبعد كده خدت فلوسهم، ما خدتش فلوسهم في الاول لان هم ما بيردوش. فانا عرضت عليهم، وكمان مش هقعد ابيع في 5-6 حظاظات يعني، ومعايا ولادي الاتنين صغيرين وقتها، وبرده كانت ماما محتاجاني وبيتي والكلام ده كله، وجوزي ساعتها ما كانش سامح كمان ان انا انزل اشتغل. فما اني برضو انا عايزه اراضي جوزي، هو مش عايز انزل اشتغل، خلاص انا مش هنزل اشتغل. فانا عملت الحظاظات واديتها للمكتبه، لو سمحتي حاولي تعرضها لي، ولو اتباعت انا ساعتها هديكي، هاخد بس فلوسي من غير المكسب بتاعك. ففي الطريقه دي هم وافقوا، وهي كانت يا دوبك كانت 6 حظاظات، وبعتها الحمد لله بعد وقت كبير، وخدت الفلوس جبت بيها توك. قلت بلاش حظاظات لان المكسب بتاعها لقيتها مش حلو. لما جيت لقيت ان انا هشتري الخرز دوت، لقيت المكسب بتاعه مش هيكون حلو، عشان اوازي الناس اللي بيبيعوا في المكتبة هم بيشتروا كميات، وانا مش معايا اشتري كميات، خلاص بلاها موضوع الحظات. فقلت اشتري توك بالجملة ووديها برضو كيس وكده. فلقيت ان هي عندها توك وعندها الحاجات دي متوفرة في المكتبة، فهي ليه هتاخد مني؟ فهنا انا خسرت شوية وخدت الفلوس بتاعت التوك دي، ما بعتهاش يعني. خدت التوك بقى خليتها لما ولادي، لما يعني لولادي وكده، وقلت مش مشكلة، وبقيت هادي منها ومش عارف ايه. ما كانش ليا علاقة قوي بجيراني، ومليش علاقة بحد، يعني انا شوية منطوية، يعني ماليش علاقة بناس قوي. فساعتها يعني، انا خسرت في التوك، لكن اكتسبت خلاص خبرة في حاجة، ان انا لازم ابص اشوف ايه اللي مش متوفر حواليا وهشتريه. ايه اللي الناس محتاج، دايما دوري على احتياج الناس، إيه اللي ممكن محتاجينه في المكان اللي انا فيه ده، إيه المكان اللي انا عايزه اعمل فيه مشروع ده، ايه احتياجاته مثلا. طب خلاص انا جمعت احتياجات المكان دوت، ايه الحاجات بقى اللي تسمح ان انا اعملها. فانا ساعتها بقى راحت ماما قالت لي طب هاتي الطبق دي، انا هشتريها لولاد اخويا يعني، هاتيها وكده. فاديتها لها، ادتني مبلغ خدته، رحت عامله بيه صابون مواعين. لاني انا ساعتها كنت بقى في العماره، ما كانش يعني في عندي صابون مواعين، بس في حد بيبيع صابون يعني بس بعيد عني شويه، وفي اطفال مامتهم بتبعتهم هم اللي يجيبوا مش عارفه ايه. فانا من احساسي بخوفي على ولادي ان انا مستحيل هنزل ولادي يجيبوا لي صابون ولا حاجه دي من الراجل ده، فانا قلت طب خلاص انا هعمل الصابون كده كده، حتى لو خسرت صابون المواعين مش يعني مش هخسر، وانا هحتاجه طول عمري، بالعكس هبقى ايه وفرت فيه. فانا جبت يعني ربع كيلو من كل حاجه من الخامات، وعملت بجد في حله كده بس، يعني كميه على قدي، لان مفيش، المهم ان انا مش هسكت، انا هعمل حاجه.
كان كل املي ساعتها وهدفي ان انا عايزه اجيب بيض ولبن لاولادي بجد، لان هما كانوا صغيرين. فانا عايزه ادور على اي حاجه ان انا خلاص ان انا احاول ان انا في السن ده عايزه ادخل لهم بيض ولبن والكلام ده كله. فانا بحاول اسعى ان انا افتح باب رزق وكده. تمام. فحاولت ان انا ابيع الصابون، صابون المواعين دوت، وبقيت اقول بس للجيران ايه ان انا عندي صابون وكده، لو هتبعتي ابنك او بتاع ده اللي انا عارفاهم. وبقيت اشوف الاطفال الصغيره، بما اني بتكسف بقى من الجيران اللي انا مش عارفاهم، يعني ده في الدور بتاعي، في جيران تاني في الدور في البيت كله انا مش عارفاهم. فبقيت جبت ملبس ساعتها بجنيه، ورحت مديه للاطفال الصغيره، خدي لما ماما تقولك هاتي صابون انا ببيع صابون، قولي لها اخد منك ولا لا. ولو يعني بقيت اتكلم معاهم وكده، وهم اللي بقوا بيقولوا لمامتهم ان انا ببيع صابون. يعني انا عملت كده اعلان لنفسي ب2 جنيه، والاطفال هي اكتر حد بينتشر، يعني ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. فبالتالي ابتدى يجيلي ناس، وبيعت الصابون فعلا. وبقيت انزل مره واحده بس اسيب ولادي عند مامتي يوم واحد، انزل اجيب التركيبه دي من تحت، ومره على مره بقيت اكبر من نص لربع. بس انا وقعت في فخ بقى ما كنتش واخده باله منه خالص، ما كنتش مركزه. ده مشكله عندي انا ان انا ما كنتش مركزه. بس برضو اكتسبت خبره ان انا كنت قصه ازازه مش لتر بيبسي، يعني انا مش من عاده بشتري بيبسي خالص. فانا خدت ازازه مش عارفه من مين خدتها، ورحت قصاها، كانت لتر ونص. قصاها وبقيت ابيع لتر ونص على انه لتر واحد. وكان ساعتها الصابون رخيص، كنت ببيعه بجنيه. فلقيتني انا ما كسبتش بعد ما جمعت الفلوس بعد وقت طبعا. لقيتني انا ما كسبتش. طب فين مكسبي؟ فوجئت ان انا لا، انا قصه الازازه غلط. فابتديت اقلل بقى في الكميه، وهنا كان الفخ. لا، الناس ما بقاش عاجبها. هو الصابون حلو وكل حاجه، بس ده بقى قليل، لا ده قليل، انت كنت رخيصه، انت مش عارف ايه. فناس كتير قوي خسرتهم بسبب كده. وكمان في واحد بتاع صابون اللي هو جنبي ابتدى يعمل عروض حلوه جدا، والصابون خفيف وبجد، يعني نوعيته وخاماته ما كانتش حلوه ساعتها، والله ما كانتش حلوه بجد. ولكن الناس لقيتها بتجري ورا العروض، يعني هو مديك 2 كيلو بجنيه، فانت حلو جدا، وبقى عليه زحمه جدا ومحدش بقى يشتري مني خالص. بمقابل ان انا كنت بعمل صابون كان حلو جدا، وعاملاه باختبارات، وعامله له اختبارات بحيث ان هو ما يتعبش الايد وما يتعبش الجلد. بس الناس ما بتبصش قوي على الحاجات دي، هم عايزين حاجه كتير ورخيصه، ده الاغلبيه يعني. فلقيت الموضوع، يعني انا برضو بما اني مش بتكلم مع الناس قوي، مش مع الجيران قوي، كانت معاملتي مع الاطفال اللي هم مامتهم بعتاهم وكده. فما عرفتش ان انا اتكلم معاهم قوي بسبب الاحراج، ودي برضو حاجه كانت مش حلوه فيا، ان انا كنت بتحرج جدا. فبطلت صابون، خليت الصابون كان ليا، وكمان كنت بروح اجيبه من مشوار بعيد، وبعدين ما كسبتش في الاخر. فخلاص بطلت ان انا اجيب صابون بسبب المحل اللي فتح جنبي وبقى يعمل عروض جامده جدا. بس برضو مسكتش، يعني انا قلت ايه الاحتياج اللي انا ممكن اعمله في البيت برضو، مش عارف ايه. طب جوزي مش سامح ان انا انزل اشتغل. خلاص قمت جايبه الورق اللي قدامكم دوت، اللي هو بيتلزق دوت، عملته اعلان برضو. يعني ساعتها انا عملت، كانت معايا برضو بعد ما بعت الصابون بدون مكسب، كان فايض معايا قيمة 50 جنيه بعد ما بعت الصابون وكده. انا رحت عملت بيهم شوية الورق دول اللي هو بيلزق ده، عملت اقل كمية، فاكتر حد كان ريدي يعمل لي بسعر رخيص قعدت الف في العتبة وعملته. وقلت ان انا بس هبيعه حوالين مني كده، وبعد كده همشي بس يتوفر معايا فلوس وهمشي في موضوع ان انا اسجل المنتج. وبجد الموضوع على فكرة ما هوش صعب ان انت تعملي منتج وتسجليه وتعملي له الحوارات دي اللي انا سألت فيها، وكلمت محامي كان جيراننا. والموضوع ما هواش صعب، بس اهم حاجة ان انت تكوني فعلا عاملة منتج كويس جدا وصالح للاستخدام فعلا، لان بيبقى عليه اختبارات وحاجات كده. فانا كنت جايبة ازايز من رمسيس، كانت رخيصة جدا، يعني متهيألي ال10 ازايز كانت بتبقى ب2 جنيه ونص حاجات كده. كنت بجيبها اللي هي كمان البخاخة بقى نفسها دي اللي كانت بتبقى غالية، سعرها كذا. اما الازازه العاديه لو انت عندك بخاخه في البيت هي سعرها كذا. وبحط فيها بقى ايه، مزيل للدهون، لان ده حاجات كلها احنا كنا بنبقى متوفرها. وقبل ما موضوع الباور ينتشر قوي كده، والله يعني من زمان قوي كنت بروح باب الشعريه ده واشتري المنتج اصلا سايب وبحطه في الازايز. يعني انا اصلا مش تعبانه فيه، هو انا جربته وكان حلو جدا وانا بعمل الصابون، فجبته حطيته في الازايز وحطيت له اللي هو الستيكر اللي بيلزق. وقلت بس اشوف كده حواليا كده تمام هيمشي، هعمل له بقى ايه، هعمل له سجل ويبقى حلو جدا. ومشي وعجب الناس جدا والله. ولكن جه في الوقت اللي انا جايه بعمل فيه، في مره لقيت انا نفسي تعب، فقلت لا انا مش عايزه اعمل حاجه تكون مضره. فانا مشيتش فيه برضو، لاني كنت يعني لقيتني النفس
يعني مش قادره اخد نفسي وانا بفضل الازايز دي. فقلت لا ولادي ومش عارف ايه وانا اصلا تعبانه، فبطلت ان انا استخدم الماده المزيله للدهون دي. والاستيكر بقيته انا ما استخدمتوش لان كانت كميه كبيره جدا عشان جمله. بس انا برضو بما اني كنت بنزل رمسيس وكده، ففي حته اسمها انا مش متذكره اسمها دلوقتي، بس ان شاء الله لو عوزتوا تسالوني او اي حاجه ان شاء الله هبقى ارد عليكم. كنت اتذكرت اشتريت البرطمانات دي وكنت برسم عليها الاشكال الحلوه دي اللي هي الخضر اللي قدامكم. كنت بعمل اشكال بقى تحفه والله العظيم تحفه. وكنت طبعا برضو مش هقعد انا ابيع وماليش علاقه بالجيران والكلام دوت، فكنت بديها المحلات الادوات المنزليه وكانت بتعجبهم جدا. ولكن كانت بقى انا كنت بحطش مكسب كبير، فكنت بديهم مثلا المنتج لو مثلا اتكسر، لو مثلا اتخدش، لو الرسمه مش مظبوطه بالشعره، كان بيرجع لي البرطمان فيقول لي لا ده لا مش هينفع ناخده. فبالتالي ده كان بيبقى خساره بالنسبه لي وانا ما كنتش عامله حسابه. فبرضو ده غلط بالنسبه لي ان انا عشان احسب مكسبي لازم احط نسبه خساره. هو كان وارد جدا يتكسر مني انا، فانا هخسر. وارد جدا ان دوت مش هيتقبل او ده مش هيتباع. فالمفروض ان انا احط ليه اللي هو رمش هامش ربح. بطلت برضو موضوع البرطمانات وجيت قلت برضو انا كل دوت بدور على حاجه ان انا ابيعها وفي نفس الوقت ما اتعاملش مع ناس، لان برضو جوزي ما كانش حابب ان انا اتصاحب على حد او اتكلم مع جيران كتير او الكلام دوت. وفي نفس الوقت انا عايزه اعمل اي حاجه. ساعتها انا عملت القناه بتاعتي دي قديمه جدا من 5 سنين، ولكن كان جوده التصوير ما كانتش قد كده، برضو ما كنتش فاضيه قوي. بس كنت بسعى يعني عامة. انا عارفة ان انا مهما هسعى وكل ده مش هيروح هدر، انا عارفة والله العظيم. يعني انا كنت ببيع وبخسر ومش عارفة ايه، بس ببص لقيت ربنا بعت لي مبلغ من حتة تانية. يعني سبحانك يا رب انا بحس بيطمئن قلبي اللي هو ربنا رضاني وبعت لي رزقي. انتي بتسعي خلاص هتلاقي رزقك. او نعم انا ما كسبتش في ده، بس هو ربنا اللي بعت لي رزقي. هو ربنا عارف ان انا اجتهدت فربنا بعت لي على حسب اجتهادي فعلا. يعني انا بجد ما بزعلش وقت ما بتعب بلاقي والله العظيم. وجيت فتره فتحت محل اجرته، بس ما قدرتش ان انا يعني استحمل الايجار وكده، ما عرفتش فقفلته. حاولت ان انا ابيع اللي انا اروح ابيع هدوم وكده، الناس بتفاصل بطريقه صعبه. انا بخصوص موضوع الفصال دوت والله العظيم انا ما بحبش افاصل ابدا. انا بقول لو انا بشتري حاجه هي اخرها كام معاك، يعني لو سمحت قول لي اخرها كام معاك اللي يناسبك. لكن ما بحبش افاصل ابدا بسبب موضوع ان انا كنت مجربه وكنت ببيع وببقى حاطه رينج قليل جدا، ممكن 5 أو 10 عشان اكسب زبون، لان انا لسه في الاول. كنت بلف بقى في الاماكن اللي هي مثلا مكاتب الصحه اللي جنبي، البوسطه، مش عارف ايه، الحتت اللي هي جديده خلاص. مثلا اللي جنبي انا قلت لهم واشتروا، طب انا عايزه ناس جديده، فكنت بروح في حتت جديده وكنت بلاقي زباين، بس كانوا بجد صعبين جدا والله العظيم. يعني انا مثلا اقول لهم الحاجه ب50، والله يعلم ربنا انا واخده فيها 5 جنيه بس. يعني اللي هو ايه، اهم حاجه ان انا ابيع وكده. كنت حاطه مبدأ ان انا ابيع قليل، ابيع كتير بمكسب قليل، وان شاء الله في بركه وكده. يعني ما اضيعش الناس، يعني انا عارفه ظروف الناس، انا حاسه بيهم. فلقيت لا، هم طريقتهم كانوا بيقسطوا لي وشايله بنتي وشايله ابني. وكنت بركب توك توك لاني شايله الاتنين والمسافه بعيده، واروح واجي واروح واجي، وتقولي لسه مش هديكي فلوس النهارده، خليها بكره، طب خليها بعده، طب ودوني في مواعيد مش صح. يعني انا اروح النهارده وليه لا مش النهارده، وانا اصلا والله مكسبي كانت 5 جنيه. وكمان قسطوها لي، يعني حطوا لي لا طب معلش بصي خدي اهو، لا احنا هناخد كاش خدي اهو مثلا 40 جنيه، بكره نديكي بقيه الفلوس، تديني 10 بس، طب بعده تديني برضو 5 بس، مش عارف ايه بجد. فاتذليت قوي بسبب موضوع الفصال دوت. فلا انا ما بحبش افاصل. فانا برضو هنا اكتسبت خبرة ان انا ما اقسطش، لا هتديني كاش الا لو بقيتي ان شاء الله 10 جنيه، عشان يعني هما يشتروا ويدوني، الا بلاش. لو هتبقي حتى 20 جنيه 30 جنيه، لا خلاص الموضوع هيغلى، هتبقى الحاجة اغلى، فتقوم فبتقوم الزبونة مديني لا الفلوس كلها لو هتشتري. فاهم قصدي؟ لكن الدوخة اللي انا دختها دي لا، برضو اكتسبت منها خبرة. حاجة تانية بقى موضوع الفصال برضو، لقيت ان انت لازم تضيفي زيادة 15 جنيه. حلو. طيب انت مثلا لقيتي اللي قدامك حد يعني ملوش في الفصل ما فصلش، طب خلاص انا عشان انت اول زبونه، عشان انت اول مره تشتغلي معايا تشتري مني او كده، طب انا هنزلك ال15 جنيه دول. اللي هو انت برضو ما تاخديش زياده عن حقك. انت مثلا قايله في دماغك ان انت حاطه ال15 جنيه دول. فانا اسفه على الصوت ده، كنت بقول ايه لا اله الا الله.
فانا اتضح لي برضه لما كنت ببيع هدوم وكده، برضه كنت بجيب الهدوم ذوقها يكون يعني يعجب كل الاذواق وحلو كده. بس كنت بعمل حاجه، ان هو ان انا كنت بتعامل بقى مع حد قسط، اللي هو بيديني الحاجه، حد ما حد رشح لي هولي يعني، كان في العتبه بيديني الحاجه وما بياخدش الفلوس. ببيع وباجي اديله وباخد غيرها، وبيبقى في امكانيه ان انا البدل، يعني دي ما مشيتش معايا برجع ابيعها في محلات كده في العتبه على فكره. فانا كنت بعمل حساب برضو ان انا ساعتها احط بقى ايه. مثلا انا كنت الاول ما بحطش موضوع الفصال دوت، فوالله العظيم انا بقى حاطه 5 جنيه. اقسم بالله العلي العظيم ده كان بيحصل، والست تقعد تتحايل عليا بطريقه ان هي مش هتديني يعني خصمه بقى 20 جنيه، انا اصلا مكسبي 5 جنيه، هي خصم 20 جنيه. تقولي والله العظيم ابدا، وتاخد الحاجه وتديني الفلوس على كده ومفكر ان انا كسبانه وكتير. انا عيطت والله في مره الواحده، قلت لها والله انا كده خسرانه، والله العظيم انا كده خسرانه. وابدا، ابدا. دي بقى الست دي يعني الله يسامحها يا رب ويسهلها، هي بطلتني ابيع، والله العظيم دي اللي بطلتني برضه ابيع ابيع الموضوع ده. ان عملت كده معايا مره، وحد تاني عمل معايا كده طلعت قريبتها برضو، وحد تالت طلعت قريبتها، وما شاء الله زي ما تقولي هي سلطتهم عليا ان انا بوافق. انا كنت ساعتها لسه صغيره جدا، انا كنت عندي ساعتها مش عارفه، كان عندي 21 سنه، من 21 سنه 22 سنه. كنت بخجل كمان اكتر من دلوقتي، فموضوع الانفصال ده بجد عامل لي عقده، ما بفصلش مع حد. وجيت بعد كده لقيتني اللي البيعة بقى اتأثرت بسبب المواضيع دي كلها، فقلت لا انا بصي اروح اشتغل احسن في مكان. فشفت برضو ايه اللي هيناسب بالنسبة لي، قعدت ادور. فلقيت ان انا حاولت بقى مع زوجي، طب انا هروح مكان هو فيه ست، المكتبة كانت ست هي اللي شغالة فيها، هروح جنب مدرسة ولادي وما يجوا هيقعدوا معايا. وحاولت ان انا اقنع زوجي بيها، فالحمد لله والشكر لله. المهم برضو من الحاجات اللي خدت منها خبرة، طبعا انا واقفة في المكتبة دي امانة، اي حاجة انا ببيعها في المكتبة هي مش بتاعتي، هي امانة. فناس بقى تيجي، يعني اللي انا اكتسبته يعني عامة ان مفيش حاجة اسمها احراج في الشغل ده، ايوه يعني بجد هيوديكي في مكان غلط خالص. يعني هتقفي ايه تتعبي وتشتغلي وتضيعي وقتك ومجهودك، وهتيجي على ولادك وهتيجي على صحتك وهتيجي على كل حاجة في الوقت، وفي نفس الوقت كسوفك ده بقى يخليكي تخسري مش هتكسبي. يعني كنت ببقى برضه واقفة في المكتبة، ناس تيجي تشتري مثلا كراسة، الكراسة مثلا ساعتها كانت ب3 جنيه، تديني 3 جنيه وتقوم شادة قلم وماشية. ايه ده؟ تقول لي هدية. هدية ايه؟ ومن امتى الكراسة عليها قلم هدية؟ تقول لي خلاص خدتها وتمشي، وانا اطلع من جيبي واحط. دي امانة. وهروح اقول للست شدت مني قلم، والله العظيم في نوعية كده. مثلا تشتري كتاب، صاحبة المكتبة قايله لي مثلا تخرجي مع الكتاب نوع معين من الاقلام، فانا اديها القلم تقول لي لا 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 ده مش عاجبني انا هاخد ده، تقوم واخداه. لا مش هينفع، لا مش تقوم واخداه وماشيه بطريقه كده، انا مش هسيب المكان وهجري وراه. والله العظيم يعني بجد كده حرام. اللي انا برضو كنت بطلع حقه واقوم حاطاه، هي مش مكلفه، انا اللي غلطان. وهي طبعا اكيد ربنا هيحاسبها على حاجه زي كده، لأن كده حرام. فانا كنت يعني مع الناس دي بجد صعبه، فبرضو لقيت نفسي انا مش نافعه في الوقفه دي. ده غير ان ولادي طول النهار قاعدين معايا بقى بيتكلموا مع اطفال تانية ومعرفش ايه، مش قدامي على طول الوقت. فلقيت برضو ان انا نزول في الشارع حاجة مفتوحة كده مش حلوة بولادي. فقلت خلاص اشوف اي حاجة تانية من البيت. برضو انا عاملة القناة زي ما بقولكوا كل دوت، يعني بحاول اسعى عليها، وكنت بحاول انزل عليها فيديوهات وكده. وكنت كمان الوقت ضيق شوية لان ولادي كانوا الاتنين صغيرين، وعندي ولادي الاتنين صغيرين كانوا ساعتها قد بعض يعني. ومامتي كمان كانت تعبانة لازم اروح لها، وكنت بشوف برضو بيتي وكده. فحاولت اشوف حاجة تانية سهلة، قلت بس اشتغل من البيت دوت، يعني انا قلت دوت برضو مش هسكت، انا لازم اعمل حاجة. قلت اعمل من البيت حلويات، كنت بعمل بقى حلويات كب كيك بالصوصات مش عارف ايه الحاجات دي. وكنت بعرضها في السوبر ماركت، يعني انزل السوبر ماركت واقول لهم انا عندي الحاجات دي، وكانوا بياخدوها مني وكانت بتمشي، ولكن ان هي معلهاش مده مواد حافظه، فكانت برضو بتعمل لي اعاقه. جبت الورق بقى، يعني مشروع بقى بجد كان حلو جدا، اللي هو الورق الكبير الكرتون اللي قدامكم دوت اللي جنب البرطمانات. جربت كمان اعمل البرطمانات الصغيره دي برضو فيها ابيعها واحط عليها الستيكر بتاع التوابل، اللي هو ده بيتعمل سهل جدا على الطبعات على فكره، مشروع بجد تحفه. البرطمانات الساده خالص ده اكتر حاجه رجعت لها، اللي عليها الستيكر ده بجد اكتر حاجات ماشيه وبتمشي على النت جدا. هقولك ليه انا بطلتها. المهم الكرتون دوت
اللي انا ماسكاه دلوقتي دوت انا بيتعمل بالعدد، يعني 100 ورقه بسعر كذا، 200 ورقه بسعر كذا. كل ما بتكتري في عدد الورق كل ما الفلوس بتكون اقل. ولكن انا اشتريت اغلى حاجه، انا كنت بقى قابضه من المكتبه، المفروض كنت بدفعها في مصاريف ولادي ودروس والحاجات دي. فانا جيت بقى جبت اخر حاجه الورق اللي هو الكرتون دوت، وقلت هبيع فيه بهارات. جبت اكياس صغيره جدا شفافه من العتبه، برضو رخيصه جدا، وجبت التوابل من العتبه نظيفه، وبقيت اطحنها في البيت واعبيها اكياس صغيره بجنيه واحد، واقوم مقفلاها بالدباسه، وبقيت احولها للناس كلها اللي هي بتاعه السوبر ماركت، اللي هي على قد ايدينا، اللي هي قريبه كده، اللي هو برضو الاطفال بتنزل تجيب منها والكلام من ده. بعد كده بتعملي لها سجل تجاري، والموضوع برضو يعني حلو جدا ومكسبه حلو جدا. ومره واحده الاسعار رفعت، الطوابل مبقتش عارفه اشتريها، مبقتش عارفه اعملها حتى ب2 جنيه، مش هتيجي معايا خالص، مفيش مكسب. فقلت لا خلاص مش هينفع بقى موضوع التوابل خالص. فروحت عملت زهره زرقاء، قصيت الحته اللي فوق دي وخليت الكرتونه صغيره. والله العظيم ساعتها كانت معايا 100 جنيه واحده، وعندي الكرتون دوت. انا قلت عايزه اعمل مشروع ومعيش غير 100 جنيه واحده، حتى افكر على قدها يعني. طب انا بال100 جنيه الواحده دي ايه اللي ممكن اقدر اعمله؟ 100 جنيه هعمل بيها ايه؟ كانت هي اللي معايا فاضله. فالمهم رحت قلت خلاص تمام، قمت جايبه نص كيلو اكياس شفافه كانش عندي، ورحت جايبه كيلو زهره زرقاء، وكرتون كان عندي. والله العظيم ومشيت معايا. بس ساعتها وتوقفت بقى بسبب برضو والدتي تعبت جدا جدا، ورحت قعدت معاها بقى فتره ما كنتش بسيبها خالص. الفكره هنا اللي انا عايزه اقوله لك ان انتي ما تستسلميش وما تقفيش، وهتلاقي والله العظيم انا اي مشروع في ده لو مشيت فيه هيبقى حلو جدا. ما تستسلميش، شوفي ايه المتاح قدامك، ايه المتاح حواليكي، ايه اللي الناس محتاجينه حواليكي، معاكي كام واشتغلي بيه. انا هنا بقولك على البرطمان دوت، انا جربت اجيب حتى اللي هو النوع اللي هو البلاستيك جاهز ده، حاجه مش متعبه خالص. ان موضوع ان انا ارسم على البرطمانات والالوان والكلام ده كان شويه متعب بالنسبه لولادي، يعني ممكن حاجات تدلق عليهم، ممكن حاجات تدلق عليا، مش عارفه ايه. فجربت اجيب البرطمانات الاشكال اللي انا جايباها دي، وسهله جدا بالغطا وكده. بس ساعتها ما كانش عندي نت في البيت، وموضوع ان انا اعمل باقات وكده كان مكلف ان انا اعمل على النت، وكان الموضوع مش مجزي، مش مفهوش يعني مش مجزي قوي. من ناحيه الشكل جاهز لقيت شركات عامله كميات، يعني جايبين له كميات كبيره جدا، فسعر البرطمان كان اقل. فمعرفتش عشان كده اغطي، لان انا كده بتكلم في حاجه مش مميزه، هو انا جايبه برطمان عادي وجايبه ابيعهولك، غير اللي انا كنت راسمه عليه وكده كان مميز يعني مش موجود. فعشان كده ما كملتش فيه. بس اما باخدت بقى الكرتون دوت، رحت عامله عليه كاس زهره ومشي جدا زي ما قلت لكم، وبقيت اوزعها على حتى المحلات بتاعه الصابون والاكشاك الداخليه والمحلات الداخليه اللي هي بتبقى ناس بتعمل على قد الحال كده يعني، مشروع وكده، والاطفال بتروح تجيب لمامتها الحاجات دي. فالفكرة هنا ان انا ما اقدرش اقولك على مشروع بعينه ليكي انتي او مشروع بعينه ليك انت. هو انتي هتشوفي موهبتك اللي حواليكي، إيه اللي في ايدك، ايه اللي في استطاعتك، ايه اللي تقدري تعمليه، ايه اللي تقدري تروحي عنده تجيبيه. يعني انا بالنسبة لي مشوار العتبة وباب الشعرية والحتت دي، انا بحب العتبة اساسا، يعني بحس كده فيها حاجات حلوة جدا. ويعني سهلة قريبة كمان من مواصلاتي، فبالنسبة لي دي متاحة حلوة. شوفي انت ايه المتاح بالنسبة لك، ايه المكان القريب بالنسبة لك، طب في ايه بيتباع، طب معاكي كام. بس اهم حاجة ما تقفيش، ايا كان معاكي كام تشتغلي بيه. ففي النهاية انا كنت بشوف معايا كام، معايا 50 جنيه، معايا 100 جنيه. والله العظيم بجد حتى لو ما كانش هتقولي ما عنديش الكرتون، انا على فكرة عاملة الكرتون دوت كانت ب100 جنيه. فانت لو هتيجي مثلا هتستلفي 100 جنيه سهلة، وان شاء الله يكون متوفر معاكي ال100 جنيه. يعني حسبة 200 جنيه تعملي بيها مشروع مش وحش، يعني تجيبي الكرتون وتجيبي فيه كيات. انا كنت بجيب ورقة وقلم واكتب انا معايا كام، طب ممكن اشتغل ايه ايه المبلغ ده، ممكن يجيب ايه كذا وكذا وكذا وكذا، طب هنقي ايه، طب هشتغل ايه كده. وممكن هقولك على حاجة، انت ممكن يعني انا في مرة برضو اشتغلت فترة كده في البلاستيكات، لقيت واحد بيبيع بلاستيكات رخيصة جدا، رخيصة بجد جدا في مكان ما. فانا رحت واخده منه كميه وبقيت ابيعها عندي للناس، برضو انا عندي حاجات بلاستيكه. الفكره انا كنتش قادره اقعد في مكان ابيع، ده مش هينفع، معايا اطفال، ويعني مش هعرف اتعامل مع الناس ان انا اقعد ابيع في حته او كده. فانا هو بس اللي حوالين مني وبرضه مش واخده عليهم قوي، فدي كانت بتعمل لي شويه اعاقه. فعشان كده كنت بدور دايما الا حاجه على النت او حاجه تكون ايه اديها السوبر ماركت وهو بيبيعها.
بس لان انا حاولت ان انا ما اعملش يعني الاعاقه بتاعتي ايه، ان انا مش عايزه اتعامل مع الناس بشكل مباشر، اللي هو انا مش هعرف ابيع ويفصلوا بقى معايا والكلام ده كله. اجتنبته ان تعبني نفسيا بجد، وانا اصلا كمان انا انطوائيه، انا اساسا بنت وحيده واخده طول حياتي ان انا انطوائيه شويه. فشوية الموضوع كان بيأثر على نفسيتي، غير ان دوت مخليني برضو معليش معارف خالص. فهو ده حليت الحاجتين دول بان انا احاول ابيع حاجات على النت، المهم ان انا مسكتش. واصلا السوشيال ميديا دلوقتي فتحت كله على كله، فسهل توصلي لاي مكان وسهل توصلي لاي حاجه انت عايزاها، المهم ان انت ما تستسلميش.